السلام عليكم. لو ما عندكيش قوالب او صواني خاصة للتورتة او السبونج مقاس 20، انا عملت هنا في الحلة الالمونيا اللي احنا بنطبخ فيها عادي خالص. بطنتها بالورق الزبدة زي ما انتوا شايفين. بس المفروض ان انا كنت ضربت السبونج كويس، هتشوفوا معايا من جوه عامل ازاي، تحسوا ان هو في حاجة تقيلة كده، لان هو ما كانش انضرب معايا كويس، استعجلت عليه. ما ضربتوش كويس، وبعدين عشان في حلة ألمونيا فالمفروض ان هو بيقعد وقت اطول، يعني انا بيقعد عندي ساعة الا ربع في الفرن او نص ساعة، ازود عليهم 10 دقايق كمان علشان خاطر علو الحلة. خدت معايا 300 جرام من السبونج. وطلعت معايا الثلاث طبقات على مقاس منشار 9. قطعتهم وطلعت معايا ديسك كمان خفيف خالص اللي هو الوش. شلته على جنب، هحطه في استخدامات تانية. جبت هنا البورد معايا مقاس 24. انا كنت حابة ان انا اكتب على البورد، فما عرفتش، لان في الاخر بعد ما قفلتها هي بالظبط الحلة مقاس 20، يعني بعد التجليس هتبقى 21 او 22، فما خدتش معايا، ما بقاش معايا مساحة كويسة على البورد علشان اكتب عليها. هنا عملت اول طبقة، جبت معلقة من النوتيلا دوبتها في كوباية مية. ادت طعم حلو قوي في السبونج او التورتايه. وبعدين حطيت كريمة، الكريمة هنا استخدمت معايا 150 جرام من الكريمة الريتش المتحدة. حطيتها وحطيت عليها شوكولاتة متدوبة بيضة، وطلعت معايا بالشكل ده. طبعا الكريمة عايزة كل شوية كل ما تجلسي حاجة تحطيها في التلاجة. الجو حر ومسيح ومبهدل الشغل خالص. بجد ربنا يعيننا على الشغل بتاع التورت دوت في الحر، وربنا يهون على الحرارة اللي احنا فيها دي بصراحة. هنا بدأت أجلس كده، بعمل بسرعة جدا، يا تشتغلي بالليل يا تشتغلي الصبح بدري. ما تشتغليش اول ما الشمس تبقى حامية كده، يعني عندك من الساعة 11 لحد الساعة 5 مش هتعرفي تشتغلي بجد. الجو بيبقى حر جدا 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 والحرارة بتبقى عالية، فحاولي تشتغلي من بدري قوي يا اما من بالليل. هو ده افضل وقت علشان خاطر ان انت تعرفي تجلسي كويس ويبقى عندك وقت. انا هنا بجلسها، وكمان السكرابر بعمله بميه، الميه كده كده نازله دافيه من الحنفيه. فبغسله اول باول عشان خاطر يطلع معايا التورتايه ملساء كده، ما يبقاش فيها اي تجاعيد ولا اي نحكشه. جبت هنا بقى كريمة ضربتها بدون اي اضافات، هي بالمية بس المتلجة، وحتى من غير سكر. حطيت هنا 3 معالق كريمة، شايفين حتى تقيلة ازاي عن اللي هي معمولة البني. وحطيت لها معلقة سكر، وحطيتهم في طاسة او كسرولة، وطلعتها على نار هادية لحد ما دابت معايا بالشكل ده، عشان احصل على جليز ابيض حلو لامع. هي كانت صاحبة التورتايه كانت بعتالي ليها ديزاين معين وعايزاه، والديزاين ده كان كده، بس كانت الكريمه كان لونها بينك، فهي قالت لي لا انا عايزاها تبقى هي لونها بني فاتح والجليز يبقى لونه ابيض. فطبعا احنا عبد المأمور، يعني احنا بنعمل اللي مطلوب مننا. فهنا عملت الجليز. هتقولي لي طب ليه يا شيماء احنا مثلا ما نخففش الكريمه ونشتغل بيها على طول؟ هتسيل معاكي ومش هتبقى حلوه خالص. هي لازم تنخفق كويس جدا، تبقى تقيله معاكي، وبعدين تحط لها السكر او تضربيها بالسكر عادي، وتحطيها وتطلعيها على حمام مائي، يا اما في الميكروويف يا اما على نار هاديه زي الشمعة بالظبط، لحد ما تدوب معاكي. وايديكي طبعا ما بتتشالش من عليها بالتقليب، علشان خاطر ما تتلسعش معاكي او تنحرق ويبقى طعمها مش تمام. هي معايا بالشكل دوت. بدأت اوزعها دريبات بالشكل دوت، وطبعا هشيل كل اللي تحت دوت بالسكرابر، بس للأسف المقطع ده اتحذف. هنا جبت بقى اللي هي بتاعت الهابي بيرث ديت الواحدة مش عارفة ب10 او ب15، مش متذكرة قوي بصراحة. وهنا جبت التوبر الفراشات ديت، طبعتها وقطعتها بالشكل دوت، ووزعتها كده، ووزعت عليها كريسبي فضي وكريسبي اللي هو اللولي الابيض. وده شكلها في النهار. اتمنى تقولوا لي رايكم فيها.